السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بيك في الفيديو الثالث من فيديوهات المراجعه النهائيه لثالثه اعدادي. هنشرح مع بعض النهارده يونت 3 وهناخد المضارع المستمر وازاي ان المضارع المستمر ده بيعبر عن المستقبل، وكمان هناخد going to وازاي بتعبر برضه عن المستقبل، واخيرا الصفات التي تنتهي بايدي والصفات التي تنتهي باي ان جي. قبل ما نبدا انزل اعمل اشتراك في القناه اللي انت مش مشترك، واعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل شير للفيديو مع اصحابك. انا مستر احمد وجاي ابسط لك منهج الانجليش بتاعك. يلا بينا. Audio Jungle. ويلكم باك. هنشرح مع بعض النهارده زمن المضارع المستمر. قلت لك قبل كده اول ما اقول لك زمن تعرف ان انا هشتغل على الفعل بس، يعني مش هركز على اي حاجه تانية في الجمله غير الفعل. ومهم عندي ان انا ابقى عارف عن كل زمن 5 حاجات: تكوين، نفي، سؤال، كلمات دالة، وأخيرا استخدام. هنبدأ واحدة واحدة بالتكوين. قبل ما نبدأ في التكوين عايز أقول لك على حاجة: أي ما تشوف كلمة مستمر في الإنجليش، يعني مضارع مستمر، ماضي مستمر، مستقبل، أي حاجة، اعرف إن في حاجتين. طالما لقيت كلمة مستمر اعرف إن في حاجتين: في استمرار في الحدث، استمرار في الحدث، وفي الفعل اي ان جي، واي ان جي في الفعل. تعالى، انا حطيت الملاحظه دي كده في دماغي، وتعالى واحنا شغالين نشوف الكلام ده صح ولا غلط. اول حاجه بيقول لك ان تكوين الزمن ده بيتكون من ان انا بجيب الفعل في الاول، وبعده am وis وار، وبعديهم الفعل، وبعديهم اي ان جي. طبعا انا عارف ان اي بتاخد am، وهي وشي وات، والمفرد بياخدوا is، وطبعا we ويو وذي، واي اسم جمع بياخد are. بعد كده اجيب بعدهم الفعل واجيب الزق فيه اي ان جي. اديني مثال. هقول لك I اللي هي انا تاخد ايه؟ تاخد am. I am اجيب الفعل، عايز اقول انا بلعب دلوقتي، فهقول I am الفعل play، واحط له I N G I am playing. طيب هما بيذاكروا، هما يعني they، هقول they بتاخد are، فاقول they are studying. هدي لك ملاحظتين، 3 ملاحظات قبل ما نضيف الاي ان جي للفعل. بص، الفعل اللي عندك ده لو اخره اي والاي ما بتتنطقش، احذف الاي وحط الاي ان جي. يعني هقول لك مثلا practice، اخرها ايه؟ اي، بس انا بقول practice، انا في الصوت وقفت عند حرف السي، وبالتالي الاي دي ما بتتنطقش، فلما اجي احط لها الاي ان جي احذف الاي خالص، فاقول practice، وقفت عند السي اهو واحط الاي ان جي. كمان لو فعل بيتكون من مقطع واحد وانتهى بحرف ساكن، زي مثلا ست وقبله متحرك، ست معناها يجلس، بادئ منتهي بالتي وقبله حرف الاي، تي ده ساكن وقبله حرف متحرك، اعمل ايه؟ ضعف الحرف الساكن وضيف اي ان جي، يعني هتبقى كده ست واحط لها تي تاني واضيف اي ان جي. تالت حاجة ان لو فعل اخره اي اي زي كده لاي مثلا، وعايز احط له اي ان جي، حوش الاي اي دي وحولها لواي، يعني هتبقى كده لاينج، واحط لها الاي ان جي. طيب يبقى احنا كده خدنا اول حاجه التكوين، ام واز وار والاي ان جي. طيب النفي، انا قلت لك الدرس اللي فات ان النفي ده ما هو الا فعل مساعد وبلزق فيه not. طيب انا ببص كده في تكوين الزمن لقيت ام واز وار زي الفل، هم دول الافعال المساعده، هجيب ام واز وار والزق فيهم not اهي، امنت، isn't، aren't، وطبعا بعدهم الفعل فيه اي ان جي، وقبليهم طبعا ايه؟ الفاعل. انا عايز اطبق على طول. اول مثال عايز انفيه I am playing، وعايز اقول انا ما بلعبش، هقول I amn't playing. طب الجملة التانية they are studying، عايز اقول هما ما بيذاكروش، هقول they aren't، are اهي وزود لها not aren't studying.
بس يا سيدي كده خدنا التكوين والنفي. نروح للسؤال. علشان أسأل سؤال أنا قلت لك إن أنا عندي نوعين من السؤال، سؤال بمعنى هل وده إجابته يس أو نو وبيبدأ بفعل مساعد، وسؤال بيبدأ بأداة استفهام. اديني أمثلة علشان أعرف أعرف أحل. مثال بيقول يس he is playing. مثال تاني بيقول yes they are cooking. جملة تانية بتقول they are going to the club. وعايز أكون أسئلة على الكلام ده. أول حاجة بص يا سيدي، أنت في الزمن ده ما بتعملش حاجة غير إنك بتحذف الإجابة في النوع الأول من السؤال، بتحذف الإجابة وتعمل مقص وخلص الموضوع. يعني هنا الإجابة طبعا يس، هنا الإجابة يس، هحذفهم وأعمل مقص بين أول كلمتين. بدل ما هي is هتبقى is he playing، بس خلص السؤال. هل هو بيلعب؟ طيب بص التانية، هعمل مقص بين they و are، هتبقى are they cooking؟ هل هم بيطبخوا؟ خلص. لو انا عايز اجاوب على السؤال ده او السؤال ده، يا اما هجاوب يا اما بيس يا اما بنو. لو هقول يس وهعمل مقص تاني زي ما انا لما جيت اجاوب السؤال عملت مقص، لما اجي اجاوب برضه هعمل مقص. يبقى يس اعمل مقص بين اول حاجتين، يس they are، او no they aren't. طب بص السؤال اللي جاي ده او الاجابه اللي جايه دي they are going to the club، ببص كده في الجمله ولا لقيت يس ولا نو، وبالتالي هدور على حاجه اسال عنها. فانا هنا ممكن اسال عن المكان، هقول هم رايحين فين، فهو هيرد يقول لي هم رايحين النادي. فانا هحذف النادي، هحذف المكان بحرف الجر بتاعه، يبقى احذف كده كلها to the club. يبقى انا هحذف كده to the club. بعد كده هبدأ بأداة الاستفهام اللي بتسأل عن المكان اللي هي where. بس يا سيدي اعمل بقى مقص بين أول حاجتين، يبقى بدل ما هي they are هتبقى are they، وكمل الجملة where are they going، هم رايحين فين؟ فرد قال لي they are going to the club. بعد كده الكلمات الدالة. الكلمات الدالة عندي look يعني انظر، listen اسمع، now يعني الآن، look listen now، وعندك at the moment يعني في هذه اللحظة، و at the present يعني في الوقت الحاضر، وعندك كمان still ما زال، وعندك look out watch out. look out معناها احترس، و watch out معناها برضو احترس. وعندك كمان be careful يعني كن حريصا. كل ما اشوف كلمه من الكلمات دي اعرف ان انا في المضارع المستمر، يعني am و is و are والاي ان جي، والنفي amn't و isn't و aren't والاي ان جي. طيب نروح دلوقتي للاستخدام. امتى بستخدم المضارع المستمر؟ امتى بستخدمه؟ اول حاجه للتعبير، رقم واحد للتعبير عن حدث يحدث الآن، حاجة مستمرة دلوقتي حالا، أنا بذاكر دلوقت أو أنا بلعب دلوقت. لما أجي أعبر عن الجملة دي أستخدم معها المضارع المستمر. فأنا عارف إن المضارع المستمر بيتكون من أم وإز وآر والأي إن جي، فهقول كده أنا بذاكر دلوقت، أنا يعني أي، وبعدها بنجيب يا أم يا إز آر، فهاخد أم، يبقى أي أم بلعب دلوقت بلاي، وأحط لي الفعل ده اي ان جي I am playing now زي الفل. دي اول حاجة. طيب رقم 2 بيستخدم للتعبير عن المستقبل مع الاشياء المرتب لها
المرتب لها مع كلمة arrange و arrangement. تمام؟ أول ما تلاقي كلمة arrange و arrangement وعندك كمان كلمة prepared يعني معد أو مخطط له. طيب يبقى أول ما ألاقي كلمة arrange أو arrangement أو prepared أعرف على طول إن دي حاجة محتاجة ترتيب، وبالتالي ده كمان في المستقبل، وبالتالي لما أجي أعبر عنها أستخدم المضارع المستمر. يبقى حاجة محتاجة ترتيب في المستقبل هتحصل فبستخدم معاها المضارع المستمر. اديني مثال. هقول لك I am going to أسوان next week. It's arranged. دي حاجة ايه؟ مخطط ليها. انا رايح أسوان الاسبوع اللي جاي، دي حاجة مرتب ليها. طيب هنا اهو جبت الفاعل و am وبعديها الفعل فيه ing علشان لقيت كلمة ايه؟ arranged. قال لك كمان المناسبات الاجتماعية بتحتاج ترتيب. يبقى نقول كده اهو تبع الترتيب الاشياء المرتب لها. المناسبات الاجتماعية يعني عندك مثلا زواج، حفل مثلا، الحاجات دي كلها بتحتاج ايه؟ تحتاج ترتيب. فاقول لك مثلا next month الشهر القادم he is getting married. يعني الشهر اللي جاي هو هيتزوج. الشهر اللي جاي ده مستقبل. طب انا عايز اعبر عن المستقبل، لكن خد بالك الحاجه محتاجه ترتيب، يبقى ما تروحش للمستقبل، روح للمضارع المستمر اللي هو ام واز وار والاي ان جي. قال لك كمان من الحاجات اللي بتحتاج ترتيب الانشطه التي تقوم بها المؤسسات مستقبلا. يبقى هنكتب كده الانشطه التي تقوم بها المؤسسات مستقبلا. يعني حاجة هتحصل في المستقبل بس المؤسسة اللي هتعملها النشاط، فهاخد معاه مضارع مستمر مش هاخد معاه مستقبل. يعني هقول لك مثال my school يعني مدرستي. عايز اقول مدرستي هتطلع رحلة الاسبوع اللي جاي my school، فماي سكول هنا مفرد هتاخد is. my school is going on a trip next week يعني هتروح رحلة الأسبوع اللي جاي. اللي أنا عايز أقوله لك إن next week ده مستقبل. طيب ما أنا قلت لك الحاجات اللي بتحتاج ترتيب باخد معاها المضارع المستمر، والأنشطة التي تقوم بها المؤسسات دي بتحتاج ترتيب وبالتالي آخد معاها المضارع المستمر. أخيرا بيقول لك إذا منعك شيء من القيام بشيء آخر. إذا منعك شيء من القيام بشيء آخر. مثال I can't go out tonight. أنا مش هقدر أخرج النهاردة، أنا رايح أقابل عمي. ف I am going أو رايح عند عمي. I am going to my uncle's house. أنا رايح بيت عمي. يبقى أنت المفروض إنك مش هتقدر تعمل حاجة دي النهاردة علشان أنت مرتب لحاجة تانية هتعملها في مكانها. يبقى إذا منعك شيء من القيام بشيء آخر فنستخدم معاه
مضارع مستمر. قلت لك المثال I can't go out tonight، انا مش هقدر اخرج النهارده بالليل او الليله. ليه؟ علشان انا رايح عند بيت عمي. I am going، خدت اهو am وبعديها الفعل فيه ing. طيب تعالى كده، انا قلت لك حاجه في اول الفيديو، قلت لك ان اي ما تلاقي مستمر تعرف ان في استمرار في الحدث واي ان جي في الفعل. طب تعالى نمسك كده الاي ان جي في الفعل. تصدق فعلا في اي ان جي في الفعل. طب كده اول شرط اتحقق. طب في استمرار في الحدث ازاي؟ مش انا لما بستخدمه بقولنا انا بستخدمه للتعبير عن حدث يحدث الان او حدث مستمر اثناء الكلام. هي حاجه بتحدث دلوقتي حالا يعني مستمره وانت بتتكلم، يبقى في استمرار في الحدث يعني مستمر اثناء الكلام. هقول لك بسرعه على اللي احنا خدناه ده كله. قلنا المضارع المستمر بيتكون من am و is و are والاي ان جي. النفي بتاعه amn't و isn't و aren't والاي ان جي. لو عايز اكون سؤال بقدم الفاعل على الفعل بقدم الفعل المساعد على الفاعل، يعني بجيب am و is و are في الاول وبعدهم ايه الفعل وبكمل الجمله. طيب قلنا الكلمات الداله look listen now at the moment و at the present و still و look out و watch out و be careful. طيب كل الكلمات دي لما اشوفها اعرف ان انا في المضارع المستمر. قلنا بنستخدمه امتى؟ نستخدم للتعبير عن حدث يحدث الان او حدث مستمر اثناء الكلام. اجي اوصف الحدث ده استخدم معاه المضارع المستمر. كمان رقم 2 يستخدم للتعبير عن المستقبل مع الاشياء المرتب لها. ايه كم حاجه مرتب ليها بقى؟ قلت لك اول حاجه خد عندك لما تلاقي كلمه arrange و arrangement و prepared، الثلاثه دول لازم اي ما تشوفهم تعرف ان انا هروح للمضارع المستمر استخدمه في كلامي. رقم 2 مناسبات ومناسبات اجتماعيه واحتفالات زي مثلا زواج او حفل عيد ميلاد او الحاجات دي كلها بتحتاج ترتيب وبالتالي هاخد معاها مضارع مستمر. 3 الانشطه التي تقوم بها المؤسسات مستقبلا، المدرسه بتاعتها تعمل رحله حاجه زي كده فاستخدم معاها مضارع مستمر مع ان اصلا الكلام ده في المستقبل، بس قال لك دي برضو حاجه بتحتاج ترتيب. 4 اذا منعك شيء من القيام بشيء اخر خد معاه مضارع مستمر يعني ام واز وار والاي ان جي. بس كده انا خلصت الدرس بتاع المضارع المستمر. هسيب لك البورد دلوقتي لو عايز تاخد سكرين وهنرجع نكمل مع الدرس التاني. Audio Jungle. الحاجة التالتة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي إن going to تستخدم للتعبير عن المستقبل. بس إزاي؟ يلا بينا نعرف. أول حاجة عايزك تعرفها إن going to معناها سوف، وبيجي بعدها الفعل في المصدر، بس اللي بيجي قبلها هو المهم. بيجي قبلها إيه بقى؟ am و is و are. طبعا أنت عارف إن I مع am و is مع المفرد اللي هو هي وشي وإت وار مع الجمع اللي هو وي ويو وذي زي الفل. امتى بقى بستخدم going to للتعبير عن المستقبل؟ اول حاجة مع الخطط. اول ما تشوف كلمة بلان تعرف على طول ان انت تختار going to. بلان معناها خطة وكمان معناها ايه؟ يخطط. رقم 2 النوايا مع كلمة intend معناها ينوي، و intention معناها ايه؟ نية. عندك كمان القرارات مع كلمة decide معناها يقرر، و decision معناها قرار. مثال they are going. شايف they مع الجمع بتاخد are وبعدها going to المصدر، فجبت they وجبت بعدها are going to travel. travel هنا في المصدر هيسافروا، هم هيسافروا by train. this is their decision. هو ده قرارهم. انا لقيت كلمه decision معناها قرار وبالتالي هروح على طول على going to والمصدر. طيب كمان بستخدم going to مع التنبؤ
مع وجود دليل. مثال هقول لك the sky is cloudy. It is going to rain. دي هتمطر، انا بقول انها سوف تمطر، انا بتنبأ حاجة دي في المستقبل. طيب وهنا معايا دليل، يبقى على طول اختار going to. اخيرا بستخدمها مع اشياء على وشك الحدوث. مع كلمة look out معناها احترس، watch out برضو معناها احترس، و be careful نفس الكلام، خد بالك. طيب مثال هقول لك look out، خد بالك. you are أو احترس، you are going to crash. خد بالك انت هتخبط هتلبس، فبقول لك look out، ده حاجة خلاص هتحصل، فعشان كده اخترت معاها going to والمصدر. طيب سريعا تاني قلنا going to معناها سوف، وبتستخدم للتعبير عن المستقبل، بيجي بعدها المصدر وبيجي قبلها am و is و are. طبعا انت عارف ان I مع am و is مع المفرد و are مع الجمع. بجيبها امتى؟ لما يكون في خطط مع كلمة بلان ونوايا intend و intention وكمان قرارات decide و decision. وكمان لما باجي اتنبأ وانا عندي دليل بجيب going to تنبؤ مع وجود دليل. واخيرا لو في حاجة خلاص هتحصل، اشياء على وشك الحدوث، كمان اختار معاها going to. الحاجة اللي انا هنتكلم عنها دلوقتي هي الصفات المنتهية بإيدي والصفات المنتهية بآي إن جي. طبعا هتلاقي شرح كتير جدا على الكلام ده، لكن خد بالك الحاجة اللي سببت الصفة بنحط لها اي ان جي. طيب والشخص او الحاجة اللي اتأثرت بالصفة اللي حست بالصفة بنحط لها اي دي. هضرب لك مثال هيوضح لك الدنيا. انت كنت ماشي في الشارع وطلع عليك كلب، فالكلب كان مخيف. في الحالة دي هقول لك the dog was frightening ولا frightened؟ انت اللي هتختار. طيب انت بقى كنت ايه؟ اللي هي you were frightening ولا frightened؟ طبعا الكلب هو اللي سبب صفة الخوف، يبقى الكلب ده مخيف هو اللي سبب الصفة، يبقى هنحط له ايه؟ اي ان جي. طيب انت اللي كنت خائف، انت اللي حسيت بالصفة، انت اللي اتأثرت بالصفة، يبقى انت هنحط لك اي دي. يبقى كده الاي دي مع الذي تأثر، انما الاي ان جي مع الذي سبب الصفة، الذي تأثر بالصفة. طيب كده يبقى قلنا ان الصفات اللي تنتهي باي دي مع الشخص اللي اتأثر او الحاجة اللي اتأثرت. طيب الاي ان جي مع الشخص او الحاجة اللي سببت لي الصفة دي. انا كده خلصت معاك يونت 3 جرامر كامل. هنروح دلوقتي لللاب علشان نحل على الكلام ده، وكمان ناخد اهم الكلمات ونحل عليها. Audio Jungle. هنحل مع بعض دلوقتي على الحاجات اللي احنا شرحناها على البورد. اول سؤال بيقول محمد صلاح is an amazing football player to watch. بيقول ان محمد صلاح ده لاعب كرة قدم رائع انك تشوفه.
فمحمد صلاح هو اللي سبب لي الصفة، فهحوش amazed دي amaze واحط مكانها amazing. رقم 2 I was amazed by the number of people who came to the festival. أنا كنت مندهش برقم الناس اللي جم الاحتفال. فهحوش أنا اللي كنت مندهش، هحوش amaze وأحط amazed، يبقى الصفة إيه دي طالما أنا اللي حسيت بالصفة. The football match was quite excited. I enjoyed it. أنا استمتعت بيه، يبقى ماتش كرة القدم كان ممتع أو مثير، هو اللي سبب الصفة، يبقى هنحوش excite دي ونحط مكانها exciting. أيمن meet his friends next week. It's arranged. arrange و arrangement يبقى مضارع مستمر، يبقى هحوش meet وأحط is meeting لأن أيمن مفرد. The book was really bored and I didn't even finish reading it. وأنا ما خلصتوش لحد دلوقتي، يبقى الكتاب كان ممل، يبقى هو اللي سبب الصفة، يبقى boring. رقم 6 5 million new jobs. 5 مليون وظيفة جداد is an amazed achievement. إنجاز رائع أو إنجاز مدهش، فهحوش amazed هنا وأحط مكانها amazing. They were amazed to hear this news. هما كانوا مندهشين يبقى amazed. I was surprised to see cousins this morning. أنا كنت مندهش يبقى surprised. The cat was frightened when it saw the dog. لما شافت الكلب كانت خايفة يبقى frightened. Today's math lesson was very interesting. طبعا درس الرياضة يبقى interesting. I am interested in. في تعبير على بعضه اسمه interested in، فهنحوش interested دي ونحط مكانها interested ومعناها مهتم ب. He was surprised to see the pyramids. هو كان مندهش انه يشوف الاهرامات، هو اللي مندهش يبقى surprised. سؤال كمان بيقول volunteers are going to cleaning. going to بيجي بعدها الفعل في المصدر فهيبقى clean. صلاح go to visit Egypt next week. It's his plan. plan يبقى going to، يبقى صلاح is going يبقى صلاح is going لأن في هنا to اهي. What are you going do؟ طبعا بجيب بعد going to المصدر يبقى to do. She travel tomorrow. That's her plan. خطتها يبقى going to، يبقى she is going to travel. رقم 5 we to start a project next month. It's our plan. دي خطتنا، يبقى we are going to start. Next Monday we try a new kind of medicine. This is our plan. يبقى we are going to try. رقم 7 we build a new house next month. We have arranged. arrange و arrangement يجي معاهم المضارع المستمر يبقى we are building. هنبص دلوقتي على الكلمات اللي المفروض اخد بالي منها. رصيف شارع يعني pavement. رعاية صحية health care. عجوز أو كبير السن elderly. غير رسمي informal. خدمات عامة public services يدفع pay. مكان جذب سياحي tourist attractions يحدث فارق make a difference مبادرة حياة كريمة. The Decent Life Initiative يعني مبادرة. Initiative مبنى يعني building. وقت فراغ leisure العمل work. ومستأجر شقة tenant رسمي formal التعليم education. كتابة ورسوم على الجدران graffiti. رياضة ركوب الأمواج wind surfing مقعد طويل لأكثر من شخص bench. لوحة إعلانات notice board منشور أو كتيب leaflet. ساكن أو نزيل غرفة lodger. قلعة castle. مرافق أو تسهيلات facilities. حي سكني يعني neighborhood. عندك عجوز أو كبير في السن elderly بتساوي كلمة old وعكسها كلمة young معناها صغير السن. آمن يعني safe بتساوي secure وعكسها unsafe أو dangerous. عندك near معناها قريب بتساوي close وعكسها far أو remote. يصلح يعني repair أو يصلح بتساوي fix أو mend عكسها damage أو break معناها يدمر أو يكسر. رسمي يعني formal بتساوي official وعكسها informal. يبدأ يعني start بتساوي كلمة begin وعكسها conclude أو end يختم أو ينهي. سعادة يعني happiness بتساوي كلمة pleasure وعكسها sadness. مثير يعني exciting وبتساوي interesting وعكسها boring. البداءات واللاحقات عند ال ly بتكون الحال من الصفة loudly يعني بصوت عالي suddenly فجأة firstly يعني أولا. كمان النس بتكون الاسم من الصفة. weak يعني ضعيف هحط لها نس بقت ضعف. kind يعني طيب صفة هحط لها نس بقت طيبة أو عطف. dark معناها مظلم صفة. darkness يعني ظلام. الاي ار بقى بتكون اسم الفاعل اللي هو الشخص يعني strange معناها غريب بس دي صفة. stranger ده الشخص الغريب بقى stranger. عندك كمان lodger معناها ساكن أو نزيل. manager
معناها مدير، ده الشخص اللي بيعمل حاجة. الان بتدي عكس المعنى زي unpleasant ويعني غير صار، و unusual يعني غير عادي. هسيب لك التعريفات اهي، ابقى اقرأها مع نفسك اهي لو عايز تاخد سكرين. هنروح بقى نحل دلوقتي على شوية الحاجات اللي احنا خدناهم دول. أول سؤال بيقول to get the adjective from the noun health، عشان نحصل على الصفة من كلمة health بنضيف لها y. رقم 2 to make the noun of the word bathe، عشان نحصل على الاسم من bathe بنزود لها mint. pavement يعني رصيف. means services الخدمات such as electricity زي الكهرباء والمية water to help the members of a community علشان تساعد أعضاء المجتمع، دي اللي هي ايه public services الخدمات العامة. The president started the decent life initiative مبادرة حياة كريمة. Man can't live without clean water الشخص أو البني آدم ما يقدرش يعيش من غير مياه نظيفة. The adjective clean is an antonym of عكس كلمة ايه. هنيجي نبصلهم كده nice يعني جميل، clear يعني صافي، وبيور يعني نقي. فهنبص كده نلاقي الحل المناسب هي dirty معناها قذر. Our teacher is kind and helpful المدرس بتاعنا طيب ومساعد. The synonym of kind معنى كلمة kind ايه؟ friendly عطوف. The antonym of ill عكس كلمة ill يعني مريض، well جيد. The antonym of the word free عكس كلمة free is free يعني مجانا، عكسها paid مدفوع. We can't get the noun of the word kind by adding the suffix kind عايز احولها لاسم هضيف لها نس. اخيرا when we arrived at my grandparents house لما وصلنا بيت جدي they came outside to greet us جم بره علشان يرحبوا بينا وعلشان يحيونا. كده خلصت معاك اليونت كامل، جرامر وكلمات وحل عليهم كمان الحمد لله. ما تنساش بقى تعمل لنا لايك وتاكد انك عامل اشتراك في القناه وشير الفيديو مع اصحابك. So thank you for watching. اشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات المراجعه. سلام.